في قلب التاريخ الإسلامي تظهر الدولة الفاطمية كنجمة ساطعة أضاءت سماء العالم الإسلامي بإنجازاتها العظيمة وإرثها الغني. من المغرب إلى مصر نجحت هذه السلالة الشيعية في تأسيس واحدة من أقوى وأثرى الدول في العصور الوسطى. الفاطميين بنسبهم لفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركوا بصمة لا تمحى في الثقافة والفنون والهندسة المعمارية، وتأسيسهم للقاهرة كعاصمة أبدية للدولة الإسلامية. دعونا نغوص في صفحات التاريخ لنتعرف على هذه الدولة الرائعة ونكتشف كيف استطاعت أن تظل في ذاكرة العالم حتى يومنا هذا. الفاطميين هما سلالة إسلامية شيعية حكمت أجزاء كبيرة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط من سنة 909 حتى 1171 ميلادياً. أسسوا واحدة من أكثر الدول الإسلامية تأثيراً، وكانت بتمتلك ثروة وقوة عسكرية كبيرة. الفاطميين بينتموا للحركة الإسماعيلية الشيعية، ودعوا نسبهم لفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وده كان بيديهم شرعية دينية قوية. الدولة الفاطمية بدأت في المغرب العربي لما أسس عبيد الله المهدي بالله الدولة الفاطمية في مدينة القيروان تونس الحالية سنة 9 الميلادي. الفاطميين استخدموا الدعاء لنشر دعوتهم والتوسع في المنطقة. التوسع لمصر سنة 9 الميلادي، القائد العسكري جوهر الصقلي قاد جيوش الفاطميين للسيطرة على مصر. بنى الفاطميين عاصمتهم الجديدة القاهرة اللي أسسها المعز لدين الله. القاهرة بقت مركز رئيسي للثقافة والعلم. اتأسست جامعة الأزهر سنة 970 كمركز رئيسي للدراسات الإسلامية. بقت القاهرة مركز للحضارة والثقافة الإسلامية، وجذبت العلماء والشعراء والفنانين من كل حتة في العالم. الفاطميين كانوا مسيطرين على طرق التجارة بين الشرق والغرب، وده خلى دولتهم واحدة من أغنى الدول في الوقت ده. مصر بموقعها الجغرافي المميز كانت محور للتجارة العالمية. الفترة الفاطمية شهدت نهضة كبيرة في الفنون والعلوم. الدولة دعمت العلماء والفنانين، وده أدى لإنتاجات متميزة في الفلسفة والطب والفنون الجميلة. الفنون الإسلامية ازدهرت في الزخرفة والخط والهندسة المعمارية، وكانت المساجد والقصور الفاطمية بتجسد روعة الفن الإسلامي. فترة الانحدار 1074 إلى 1171 الدولة الفاطمية بدأت تواجه مشاكل داخلية زي الصراعات على السلطة والاضطرابات الاجتماعية. النزاعات داخل البيت الفاطمي ضعفت الدولة. الفاطميين تعرضوا لهجمات مستمرة من الصليبيين في الغرب والعباسيين في الشرق. الضغط ده أدى لاستنزاف موارد الدولة وتقويض سلطتها. سقوط الدولة سنة 171 الدولة الفاطمية سقطت على يد صلاح الدين الأيوبي اللي أسس الدولة الأيوبية وخلى القاهرة عاصمته. صلاح الدين قدر يوحد مصر والشام تحت رايته وينهي الحكم الفاطمي. الإرث الفاطمي. الفاطميين سابوا إرث ثقافي ومعماري كبير بيتجلى في المباني الرائعة زي جامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله في القاهرة. أبرز معالمهم تشمل جامع الأزهر، اتأسس سنة 970 كمعهد ديني، وبقى لاحقاً واحدة من أقدم وأهم الجامعات في العالم الإسلامي. جامع الحاكم بأمر الله، واحد من أبرز مساجد القاهرة التاريخية. العمارة الفاطمية كانت مبتكرة ومتميزة، دمجت بين الأساليب الإسلامية التقليدية والتأثيرات المحلية. القصور والمباني الدينية بتعكس المزج الفني الفريد ده. الفترة الفاطمية كانت مشهورة بتطور الزخرفة الإسلامية، خاصة في مجال الفسيفساء والخط العربي. الدولة الفاطمية تعتبر مرحلة مهمة في تاريخ العالم الإسلامي، لأنها ساهمت في نشر الثقافة الإسلامية وتطوير الفنون والعلوم، وأثرت بشكل كبير على الحضارات اللي جت بعدها.